استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه 51 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم اللي بنقدم فيها أحدث وأدق أخبار الاقتصاد وأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية بطريقة بسيطة وسريعة. نبدأ على بركة الله في تناول الأسعار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه 51 قرش للشراء، 47 جنيه 65 قرش للبيع، وده يعتبر أعلى سعر للبيع النهاردة. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 47 جنيه 53 قرش للشراء، 47 جنيه 63 قرش للبيع، ونفس الأسعار دي تقريبا كانت في بنك مصر. أما في بنك CIB فالسعر كان ثابت، حيث وصل سعر الدولار في البنك CIB 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و60 قرش للبيع. وفي بنك الإسكندرية السعر كان حوالي 47 جنيه و48 قرش للشراء، 47 جنيه و58 قرش للبيع. أتمنى يا رب أكون فدتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.